السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا بنبارك لكل شبابنا المتفوقين والأهاليهم وأصحابهم، وبنبارك لنفسينا إن دي أنا كشخصي، أنا عن شخصي كنت بتمنى من زمان إن أنا أشوف شباب بلدنا في مراحل تعليمية محترمة، في مناصب محترمة. والحمد لله رب العالمين بدأت نشوف اللي أنا كنت بتمناه. يعني أول ما ابتدينا في تكريم المتفوقين كنا في مرحلة اللي هي الطب والهندسة. فما شاء الله، يعني ما شاء الله ربنا يبارك فيهم ويحفظهم. لا دلوقتي ما شاء الله بقى فيه شرطة وأكاديمية الشرطة وجيش وقضاء ومجلس دولة. فالحمد لله رب العالمين. اللي بنتمنى الخير لشباب بلدنا بدأ يظهر أهو، وبدأ شبابنا المتفوق إن هو يظهر، ويجعل اسم بلدنا برضه في وسط البلاد إن هو حاجة محترمة، حاجة تشرفنا كلنا والله العظيم في أي مكان مطرح ما نروحوه. الأول كنا بنبص على البلاد التانية والمراكز التانية ونقول اشمعنى عندنا، طب عندنا احنا ما يكونش ليه، طب ايه اللي يمنع؟ فلا دلوقتي ما بنقولش الكلام ده هو، احنا دلوقتي بنقول احنا عايزين زيادة. ليه الباقي ما يجتهدش وما ينجحش وما يبقاش تمام، ويبقى في منصب كويس زي زمايله او زي قريبه او صاحبه او كده. فمتشكرين ليكم والف الف مبروك، وربنا يحفظكم. والف مبروك الاهالي، الشباب المحترم. ونبارك لنفسينا طبعا، ده حقيقة كده الواحد بيتشرف بيهم. لا دلوقتي الواحد بيقول الصوامعة فيها مناصب كويسة، فيها ضباط شرطة، فيها قضاة، فيها مستشارين. أكيد يعني من زمان بس ما كانتش النسبة العالية، دلوقتي بسم الله ما شاء الله بدأت النسبة تعلى ترتفع. وده دليل على التفوق، إن في منافسة شريفة في التفوق، سواء في الطب أو الهندسة أو كليات الشرطة أو الأكاديمية أو الجيش والقضاء ومجلس الدولة. في حاجة بتشرفنا كلنا والله العظيم. متشكرين لكم، وربنا يبارك فيكم ويحفظكم إن شاء الله رب العالمين. وألف ألف ألف مبروك، وبإذن الله نشوف أولادنا زيكم كده إن شاء الله.